عمرك سألت نفسك ازاي كلمة واحدة كذب ممكن تبوظ حياة شعب بالكامل؟ فقبل ما تصدق اي حاجة تسمعها اسمع كلامي ده للآخر. لازم تعرف ان الشائعات مش بتكثر ثقة الناس في بعض بس، لا، ده بتعمل قلق وتوتر وخوف عند المواطن العادي. وطبعا ده مش بيأثر على المواطن العادي بس، لا، ده بيؤثر على المجتمع ككل كمنظومة واحدة، وده بيولد حالة من الإحباط بداخل كيان الشعب ده، وطبعا بيضعف صورة الدولة قدام نفسها داخليا وخارجيا قصاد العالم كمان. فقبل ما تسمع من حد اعرف الأول الشخص اللي انت بتسمع منه ده هو شخص مسؤول عن كلامه، وكلامه ده فعلا صح ولا غلط. في الغالب الشخص اللي بيروج أو بينشر الشائعات دي بتبقى فيه سمات شخصية محددة وواضحة وثابتة عند جميع الشخصيات دي، ألا وهي الآتي: أولا بيدور على جذب الانتباه حتى لو بطريقة سلبية ومش مشروعة. 2 بيستمتع بخلق البلبلة وسط الناس، وده طبعا احنا عارفين ليه. وتالت حالة غالبا بيبقى مش واثق في نفسه ولا في إمكانياته وقدراته على أرض الواقع، وبيحاول دايما يقلل من غيره أو يهمش من اللي حواليه عشان يكبر ويخرج بره الدايرة دي على حساب غيره حتى لو داس عليه. المشكلة هنا يا جماعة إن الشائعة بتنتشر أكبر وأسرع من الحقيقة نفسها، والمشكلة الأكبر كمان إن الناس لما بتصدقها، الناس اللي ما عندهاش وعي، مش كل الناس، أنا هنا ما بجمعش الناس كلها، بس الناس اللي بتصدقها للأسف بتسبب ضرر نفسي بالغ وشديد جدا. خلي بالكوا لأن انتوا بتصابوا بحالة من القلق والتوتر والخوف، وبتوصل لفقدان الأمان والثقة في المجتمع اللي انتوا عايشينه ومع البني آدمين اللي حواليكوا، ثم المجتمع الأكبر اللي هي الدولة اللي بتحتوينا كلنا. علشان كده دورنا ان احنا نقف ونواجه ونقفل باب ترويج الشائعات ده، ونسأل نفسنا كويس قوي ايه الهدف من ترويج الشائعات دي، ونفكر دايما ونحط في اعتباراتنا ان مصلحة مصر ومصلحة دولتنا اهم من اي اعتبار وفوق اي مستوى بشر. دمتم سالمين.